مفيش حد يستاهل في الدنيا انك تموت نفسك علشانه خالص والله. ليه يعني تموت نفسك علشان بني ادم ممكن يسيبك في اي لحظة؟ عيش مكتفي بنفسك، عيش بتحب نفسك، عيش ملكش الا نفسك زي ما ربنا قال عليكم انفسكم. لكن ما تشوفش شخص معين هو كل الحياة، والحياة من غيره ولا تسوى، وانا من غيرك يا حبيبي ولا حاجة. هتاخد على دماغك والله، هتاخد على دماغك من الشخص ده كمان. لا، مفيش حد في الدنيا يستاهل والله. انت اللي تستاهل كل حاجة، انت اللي تستاهل تعيش حياة كريمة، انت اللي تستاهل انك تتطور في حياتك، لان كل ده راجع لك في الاول وفي الاخر. والعلاقات كلها فانية والله العظيم. يعني ربنا بيقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، والايه دي لمت كل العلاقات على فكرة. فكلهم هيسيبوك في يوم من الايام، دنيا واخرة على فكرة. فمش هيتبقى الا نفسك. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانت بتزكيها ولا داسسها ومعلقها بخلق الله كلهم؟ فركز في الكلام ده، هيفرق معاك قوي والله العظيم.